السلام عليكم. تمت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء العثور على جثة المحامي جمال الدين شاوي المختفي منذ أيام، وذلك بمنطقة توميات بولاية سكيكدا. وحسب بيان الحماية المدنية فقد تم توقيف عملية البحث عن المفقود بولاية سكيكدا المحامي جمال الدين شاوي بعد العثور على جثته بمنطقة توميات بلدية الحروش ولاية سكيكدا. والسبت استأنفت وحدات الحماية المدنية التابعة لأربع ولايات عملية البحث عن الشخص مفقود بولاية كيكدا. وأفادت الحماية المدنية بأن العملية تتم بالاستعانة ب131 عون بمختلف الرتب و8 كلاب مدربة وفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة وفرق الغطس. وأكد بيان الحماية أنه تم رسم خطة عمل لنهار السبت بمركز القيادة العملي الذي تم تنصيبه على مستوى بلدية السبت تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدا. فرق من 4 ولايات تشارك في البحث عن جمال الدين شاوي. ويوم 27 جونفي 2023 باشرت وحدات الحماية المدنية التابعة لأربع ولايات عملية البحث عن شخص مفقود بولاية سكيكدا دون الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بالمحامي جمال الدين شاوي المختفي بنفس المنطقة. وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية فيسبوك انطلاق عملية البحث عن شخص مفقود بسكيكدا بالمكان المسمى بوطيل بلدية السبت دائرة عزابة. ودعمت المديرية العامة للحماية المدنية فرق البحث بكل من مديرية الحماية المدنية لولاية قلبة عناب قسنطينة بالإضافة إلى 8 كلاب مدربة لفرق السنتوقونية. العملية تجري تحت قيادة مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدا ومشاركة مصالح الدرك الوطني ومواطني المنطقة والجمعيات، حيث تم تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي لمتابعة عملية البحث.